مدرب استاد أبيجان يفاجئ النادي الأهلي بتصريح للتاريخ بعد الهزيمة من النادي الأهلي برباعية مقابل هدفين في دوري أبطال أفريقيا. شاهد ماذا قال. ولكن في البداية صل على سيدنا محمد، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري. مدرب فريق استاد أبيجان الفريق الإيفواري اللي واجه النادي الأهلي النهاردة واستطاع النادي الأهلي التغلب عليه برباعية مقابل هدفين، خرج الراجل بعد المباراة وقال تصريحات للتاريخ نقلتها الإذاعة القطرية منذ قليل بعد نهاية المباراة مباشرة. الراجل قال مبدئيا أنا لازم أبارك للنادي الأهلي، ولازم أشكر مجلس إدارة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي على حسن الضيافة وحسن الاستقبال. وقال أنا النهاردة ما كنتش جاي أكسب، أنا جاي لاعب أقوى نادي في أفريقيا وأقوى نادي في الوطن العربي والمرشح الأول والأقوى لبطولة دوري أبطال أفريقيا، فأنا يعني ازددت شرف ان انا اواجه النادي الاهلي، ولاعبتي اكتسبت خبرات كبيرة جدا رغم الخسارة من النادي الاهلي برباعية، ولكن انا جيت لعبت مباراة امام النادي الاهلي مباراة مفتوحة. كان عندي جرأة في النواحي الهجومية. الراجل اتكلم عن الفنيات وقال ان هو ما كانش خايف من النادي الاهلي ولا اللعيبة كانت خايفة من النادي الاهلي، لكن كانوا محترمين النادي الاهلي ومدينه حجمه الطبيعي وعارفين ان هم بيقابلوا نادي كبير. والراجل طبعا يعني شكر في مارسيل كولر وقال ان هو مدرب كبير جدا ويمتلك خبرات. شكر في جماهير النادي الاهلي وقال انا بشكر جماهير النادي الاهلي لان طول المباراة تشجيع من اول دقيقة رغم ان فرقتهم كسبانة والمباراة خلاص شبه محسومة، ولكن جماهير النادي الاهلي كانت بتساند فرقتها بشكل قوي جدا جدا. انا مش حزين على الخسارة قد ما انا سعيد ان انا النهارده كنت بلاعب فريق كبير ولعبت مباراة بشرف امام النادي الاهلي. ما قفلتش دفاعاتي زي بعض الفرق ما بتيجي تلاعب النادي الاهلي، لا لعبت مباراة مفتوحة وقدرت ان انا اسجل في مرمى النادي الاهلي هدفين من جملتين يعني منظمين. الراجل اتكلم بشكل كبير جدا عن النادي الاهلي وقال ان هو النادي الاقوى في الوطن العربي وفي افريقيا وما فيش حد يقدر يختلف على ذلك. وقال ان الكرة المصرية في تقدم وازدهار بسبب هذا النادي والفضل كله يرجع للنادي الأهلي. هذا ما قاله مدرب استاد أبيجان عقب انتهاء المباراة مباشرة في استاد القاهرة.